تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الأول مع فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى في الشرح والتعليق على متن الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس ليلة الجمعة 28 من شهر ربيع الأول عام 47 و400 وألف. فليتفضل الشيخ مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، وقد سبق وشرحت متن الأصول الثلاثة 3 مرات على ما أذكر، قد تكون هذه الرابعة. وقد اخترت أحد هذه الشروحات والذي كان تم تفريغه قديما منذ سنوات، وكلفت ولدي عبد الأعلى بضبطه وبمراجعته التعليق عليه والتخريج له مع زيادة بعض الفوائد كما صنع في القواعد الأربع. يكون هذا الكتاب الثاني أو الشرح الثاني الذي يتولى عبد الأعلى الاعتناء به تحت إشرافته. نعم، تدريبا له. نعم. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان ممن جدد دعوة التوحيد واعتقاد السلف الصالح في ربوع نجد، ونشأ على إثر هذا بالتحالف الذي تم بينه وبين الأمير محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى، والتي قامت على هذا. وتمكن من أن يطهر أراضي نجد وما حولها التي تمثل الدولة السعودية الآن، أو هذا كان يمثل بعضها فيما قبل، لكن طبعا اتسعت رقعتها في الدولة السعودية الثالثة التي كانت بقيادة أو بتمكين الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى. فتمكن أن يطهر هذه البقاع من الشركيات، حيث كانت الوثنية تضرب بأطنابها في داخل مكة والمدينة وفيما حولهما في الجزيرة العربية ونجد، حيث عاد الناس يتوجهون إلى الأشجار ويتبركون بالقبور، ويتخذون الأموات آلهة يعبدون ويدعون من دون الله. وللأسف يزين لهم هذا أرباب السوء من غلاة التصوف وغلاة التشيع. نعم. وكان غلاة التصوف هم الذين سيطروا على مفاصل وأرجاء الدولة العثمانية البائدة، خاصة في القرون الأخيرة منها. ولذلك هذه الدولة لا يتباكى عليها حزب الإخوان الذي ربى الشباب على أن يتباكى على هذه الدولة، بل يعطيهم الأمل أن يتم إحياؤها على أيدي الأتراك الآن. هذا كله وهم. سقوط هذه الدولة جاء سنة ربانية، لأنها حادت عن الطريق القويم، فسلط الله عليها أمم أهل الكفر يقطعون أوصالها جزاء وفاقا من رب العالمين. هي لم تظلم، أو ليس سقوطها بسبب تسلط هؤلاء فقط، لا، بسبب أن الضعف كان فيها من الداخل. فكانت تحمي أرباب الشرك وأرباب البدع والخرافات، وكان
عقر دار هذه الدولة، أي عقر دار الخلافة في داخل اسطنبول، يعج بأكثر طرق الصوفية غلوا واعتقادا في الأموات، واعتقادا في وحدة الوجود، واعتقادا في كل صور الخرافات والشركيات والسحر. فهؤلاء الخونة من حزب الإخوان المسلمين الذين ربوا شباب الأمة على أن السلطان عبد الحميد هذا كان يقيم الشريعة، وكان كل هذا دجل. الشريعة نحيت من الدولة العثمانية قبل هذا يعني سنوات طويلة، منذ أن قام سليمان القانوني بوضع قانون نامة الذي ألغى فيه كثير من الحدود الشرعية واستبدلها بقوانين وضعية تشبه قوانين أوروبا. فهذا يعد من أوائل من أدخل القانون الوضعي إلى بلاد الإسلام، سليمان القانوني، الذي يجعلونه رمزا للشباب، بل يقومون بصنع أفلام له. نعم، وله بلا شك جهاد ضد النصارى في أوروبا، لا ننكر هذا. نعم، جاهد النصارى في أوروبا وفتح عددا من البلاد وأدخلها في الإسلام، ولكن الأمر ليس بالصورة التي يصورونها. يعني أن يقارنوه مثلا بخالد بن الوليد أو بعمرو بن العاص، هذا كله من الدجل، من التلبيس. فمن خيانة الإخوان أنهم لا يعتبرون دعوة محمد بن عبد الوهاب تجديدا للدين، وعلى العكس يجعلون الدولة العثمانية التي كانت تقيم الخلافة والشريعة. أما محمد بن عبد الوهاب كانوا ما أقام شيء، وآل سعود كانوا ما فعلوا شيء للدين، بل يعتبرون هؤلاء عملاء للكفار، وأما الأتراك ليسوا كذلك. هذا كله من الخيانة. نعم، والله المستعان. نعم. طيب، نحب أن نطيل في هذا، فهذا قد يعني تطرقنا إليه من قبل، ولكن هذه نبذة يسيرة عن محمد بن عبد الوهاب، أنه قام بلا شك بأعظم دعوة تجديدية في آخر قرنين من الزمان، كانت سببا في حفظ دين الإسلام. وهذه سنة الله سبحانه في حفظ دينه. نعم، أن يسخر مجددا في كل قرن يجدد هذا الدين، ويكون سببا في حماية أصوله، في بيان حال المخالفين له. نعم. طيب، ونشرع إن شاء الله في قراءة المتن، أو قبل ما نشرع في قراءة المقدمة نذكر معنى الأصول باختصار. هو المتن الأصول جمع أصل. اقرأ علينا عبد الله. إن شاء الله. يعني والله أنا يعني كنت على وشك إلغاء الدرس نظرا لما أصابني من تعب وإرهاق، كذلك احتجمت. أيوة. لكن ما أحببت أن أفعل هذا، لأني أعلم أن بعض إخوانكم انتظروا هذا، خاصة من إخواني الذين يعني كان أرادوا السفر، وأنا وعدتهم بالدرس. يعني أسأل الله يرزقنا وإياكم العون والإخلاص. آمين. طب اقرأ. قال: الأصول جمع أصل، والأصل كما قال الفيروزابادي في القاموس المحيط هو أسفل الشيء، ويجمع على آصل وأصول. وأصل 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 ككرم. أصلة. نعم، أصل ككرمة. نعم. صار ذا أصل، أو ثبت ورسخ أصله. نعيد. قال في القاموس المحيط الفيروزابادي: نعم. هو أسفل الشيء ويجمع على آصل. نعم. وأصول. يعني نحن نعلم من هذا البيت الذي نحن نجلس فيه لأنه أصل، يسمونه يعني عند العمال أو المهندسين الخرسانة التي يقوم عليها هذا الأساس. فهذا الأصل هو
أسفل الشيء، الأساس. قال وأصل ككرم من باب الفعل يعني، نعم. ضم عين الفعل. طيب. صار ذا أصل نعم. أو ثبت ورسخ أصله. طيب اقرأ الحاشية. لا في الحاشية ذكر يعني لحظة. قال الشيخ صالح آل الشيخ. أيوة نعم هذا نعم. قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى في شرحه على الأصول الثلاثة: وكان علماؤنا يعتنون بها في أول ما يشرحون من كتب العلم، وذلك لسببين: السبب الأول أنها من المتون المختصرة. هذا في بيان أهمية متن الأصول الثلاثة. نعم. طيب تفضل. فالعلم لا ينال مرة واحدة، وإنما ينال على مر الأيام والليالي. نعم. كما قال ابن شهاب الزهري فيما رواه ابن عبد البر في كتاب الجامع: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي. من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي. هذه قاعدة من القواعد في طلب العلم. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال السبب الثاني: لأن فيها الجواب على أسئلة القبر الثلاثة، ألا وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه، وهي ثلاثة الأصول. فمن هنا جاءت أهمية هذه الرسالة، لأن فيها من أصول التوحيد والدين الشيء الكثير. قال: تسمى بالأصول الثلاثة أو بثلاثة الأصول، وقد ورد كلاهما عن المؤلف، فقال كما في الدرر السنية: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي، وقال في الجواب على كل مسلم ومسلمة، نعم، كما في الدرر السنية يعني، قال: الواجب على كل مسلم ومسلمة معرفة ثلاثة أصول. ولكن هذا في الرسالة الرابعة، وعلى العموم الأمر في هذا واسع، لأن الأصول الثلاثة وردت كما قال بأكثر من رواية في داخل الدرر السنية في الفتاوى النجدية التي جمعت رسائل محمد بن عبد الوهاب ورسائل علماء أهل نجد بعده. نعم. فجاءت بعدة روايات، فلذلك اختلفت التسمية من أجل هذا. نعم. طيب نشرع فيما معنى البسملة. طبعا المصنف بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. طيب اقرأ. نقرأ من المتن؟ لا خلاص، ما احنا خلاص بسملة هنقرأ شرح البسملة أو معنى البسملة من الشرح من هنا؟ نعم، من أول صفحة. طيب. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الشرح: المشهور أن الإمام، طبعا هذا الشرح لي كما قلت، هنقرأ شرحي القديم وفي زيادة بعض الفوائد وأنا أوضح بعض الأشياء فيه. المشهور أن الإمام محمد بن عبد الوهاب قد بدأ هذا المتن بالبسملة، ولذلك كل من شرح هذا المتن بدأ بشرح البسملة، باستثناء نفر يسير من أهل العلم من الذين ما بدأوا شرح المتن بالبسملة، نحو الشيخ عبيد الجابري رحمه الله، فإنه بدأ من أول قوله اعلم رحمك الله، وكأنه يرى أن المصنف ما بدأ بالبسملة، أو لأنه اعتمد على من سبقه وشرحها، وشرحها فلم يرد الإطالة في شرحها. والبسملة هي سنة متبعة في البدء بها كما في الكتب والرسائل والخطب، ولقد بدأ سبحانه وتعالى سور القرآن بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن السنة يعني البدء ببسم الله الرحمن الرحيم هي سنة دل عليها القرآن، أن الله عز وجل افتتح سور القرآن كلها بالبسملة، واختلف هل هي آية أم ليست بآية، والراجح أنها ليست آية إلا من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أما في فواتح السور هي تسمى فاتحة لكل سورة فقط، أو يستفتح بها في كل سورة، لكن ليست آية.
وأما في الفاتحة الخلاف أوسع، هل هي آية من الفاتحة أم لا؟ نعم. فمن السنة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ رسائله بالبسملة نحو الرسالة التي طبعا هذه الفوائد اللي أرسلها. أذكرها الآن هي ليست في الشرح القديم. كان يبدأ رسائله بالبسملة صلى الله عليه وسلم نحو الرسالة التي أرسلها إلى هرقل عظيم الروم، كالحديث الذي أخرجه البخاري في الصحيح من كتاب بدء الوحي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي سفيان بن حرب في قصة أبي سفيان مع هرقل، فجاء في طيات الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرسل رسالة إلى هرقل وجاء في أولها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، فبدأ بالبسملة. هذا يدل على أن البسملة سنة في كتابة الرسائل والخطابات. إذا كتبت رسالة أو خطابا إلى صديق، إلى أبيك، إلى مديرك، إلى رئيس، أي أحد، تبدأ بالبسملة. نعم. ولما أراد سهيل بن عمرو أن يصالح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلح الحديبية، فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم من حكمته ولأنه أراد أن يتم الصلح حتى يحقن الدماء وحتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، وافق سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. وهذا الحديث أخرجه بطوله البخاري رحمه الله تعالى كما في كتاب الشروط من الصحيح. نعم. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم تنازل لسهيل بن عمرو عن كتابة البسملة في أول صلح الحديبية، وهذا يدل أيضا على أن البسملة يستفتح بها أو يبدأ بها في العهود أو المعاهدات والشروط. يعني إذا كتبنا عهدا مع اليهود، عهدا مع أي دولة من الدول، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا معمول به في بلاد الإسلام بلا شك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى أو تنازل عن هذا لمصلحة، وهذا قد يستأنس به أن البدء بالبسملة ليس واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشدد في هذا، ولكن قد يقال أن هذا ليس دليلا على عدم الوجوب، لأن تنازل النبي صلى الله عليه وسلم كان للمصلحة، والتنازل عن الواجب قد يعني يكون لواجب أعظم هو إتمام الصلح. نعم. طيب تفضل. قال والبدء أو التصدير بالبسملة في الكتب والرسائل هي مسألة مشهورة عند أهل النحو وأهل اللغة، تسمى بالمسألة الصدرية، وهي تتعلق بإضافة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى البسملة، حيث اختلف فيها أهل النحو واللغة. وهذه المسألة قد ذكرت ضمن المسائل التي تسمى بالمسائل الملقبات، والتي جمع بعضها محمد بن طولون الدمشقي في كتابه الذي سماه المسائل الملقبات في علم النحو، فبدأ كتابه بهذه المسألة، وذكر أنها تسمى بالمسألة الصدرية. يعني هناك مسائل مشهورة في علم النحو أطلق عليها علماء النحو لقبا. لماذا؟ لأنها صارت متداولة مشهورة، فصار لها لقب. وهذا مثل بعض الأحاديث في السنة. هناك أحاديث طويلة، خاصة الأحاديث الطويلة تلقب بلقب، قال أحاديث الملقبات. وكذلك هنا، وتجد هذا في أغلب العلوم، في المواريث كذلك.
هناك المسائل الملقبات في المواريث، أنا لي بحث في هذا، طبع منه طبعة جديدة العام الماضي في دار الأفنان في المسائل الملقبات في المواريث. فهنا المسألة الصدرية هي في علم النحو تتعلق بالبسملة. اقرأ الحاشية. قال في الحاشية: المسألة الصدرية هي أن الكتاب يقولون في صدر كتبهم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله، فحدث خلاف في إضافة الصلاة إلى التسمية بأداة الربط الواو قبل الفعل الماضي صلى، يعني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد. فذكر ابن طولون أن هناك من أنكر ذلك ثم رد عليهم بحجج سديدة. نعم، هذه فائدة عابرة قد يصعب على البعض يستوعبها الآن، ولكن قرأناها من باب الفائدة. نعم، طب أكمل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة. نعم، يعني حتى الكتب المصنفات تستفتح بالبسملة. قال الشيخ صالح آل الفوزان في شرحه على الأصول: وعلى هذا فالذين لا يبدأون مؤلفاتهم ورسائلهم ببسم الله الرحمن الرحيم هؤلاء تركوا السنة النبوية والاقتداء بكتاب الله عز وجل، وربما بسبب ذلك أن كتبهم هذه أن كتبهم نعم هذه ورسائلهم ليس فيها بركة وليس فيها فائدة. الله أكبر. لأنها إذا خلت من بسم الله الرحمن الرحيم فإنها منزوعة الفائدة. وهذا صار دأب كثير من الكتاب المعاصرين الذين يعني يطلق عليهم العلمانيون أو الليبراليون أو الاشتراكيون، أنهم يعني يأنفون أو يتعمدون عن ذكر البسملة، أو يتعمدون أن لا يذكروها. ما تجد يدخل في الموضوع مباشرة، وهذا لذلك كما قال الشيخ الفوزان لا بركة في كتبه. بالفعل إما أنها خلاص ذهبت إلى مزبلة التاريخ، وضعت في ركام الكتب التي لا قيمة لها وتناساها الناس ولا ذكر لها ولا فائدة منها للمسلمين ولا حتى الغير المسلمين، أو أنها يعني كما قال صارت يغلف بها نحن نقول سندوتشات الفول والطعمية. هذا مقامها. أو يعني كما يقال تستخدم في مسح الأوساخ والأقذار. نعم، الله المستعان. قال: إعراب البسملة. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الجار والمجرور متعلق بمحذوف، فعل مؤخر مناسب للمقام، تقديره بسم الله أكتب أو أصنف. وقدرناه فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال، وقدرناه مؤخرا لفائدتين: الأولى التبرك بالبداءة بسم الله سبحانه وتعالى، والثانية إفادة الحصر لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر. نعم، يعني هنا ما فائدة أو ما معنى البدء ببسم الله الرحمن الرحيم؟ هناك تقدير لفعل محذوف كما قال العلماء. يعني بسم الله الباء هذه حرف ايه؟ حرف جر. وهناك المجرور له اسم بسم الله، هذا يجب أن يكون له متعلق، إنه لا يبدأ بها هكذا، لكن هذا المتعلق محذوف، وقدرناه محذوفا مؤخرا كما قال الشيخ، لأن البدء بلفظ بسم الله هو الذي به تلتمس البركة. لكن إذا قلت أبدأ بسم الله يبقى ما بدأنا ببسم الله، فأخر الفعل وحذف لأنه مفهوم من السياق، وهذا حذف بلاغي. تعرفون يا شباب لمن درس البلاغة الحذف أسلوب من أساليب البلاغة في لغة العرب، وهذا قد لا يوجد في اللغات الأعجمية. هذه الأساليب البلاغية قلما تجدها في اللغة الإنجليزية ولا الفرنسية، مع احترامنا إخواننا الفرنسيين الذين معنا. الله المستعان. بلا شك
هذه لغة مباركة. نعم، تفضل. قال الشيخ رحمه الله: وقدرناه مناسبا لأنه أدل على المراد. فلو قلنا مثلا عندما نريد أن نقرأ كتابا بسم الله نبتدئ، لكن بسم الله أقرأ، يكون أدل على المراد الذي ابتدأ به. نعم، هذا التقدير هو المناسب. نعم، بسم الله أبدأ. نعم، تفضل. ندخل في المتن. والساعة كم الساعة الآن؟ الساعة 8:05. ها؟ طيب، أنا أعتذر لكم، قد أكتفي بهذا، يعني والله يعني كما ترون يعني أشعر بضعف وإرهاق شديد، لكن ما أحببت أن أخذلكم ولا أن أخذل إخواننا الذين تركوا السفر من أجل أن يحضروا الدرس. الله يبارك فيكم. آمين يا رب. إن شاء الله لنا وصل في الأسبوع القادم، أحيانا الله عز وجل. إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.